خطيبها بيجي لها مره واحده في الاسبوع، يعني 4 مرات في الشهر، وكل مره يدخل عليهم بحاجه بسيطه اللي هي مثلا دستة جاتوه او كده. فمامتها شايفاه بخيل، فده عادي ولا بخيل يا شاهي؟ لا طبعا، لا طبعا ده مش عادي. هو المفروض كل مره يدخل عليكي بحته الماظ وذهب ولولي وياقوت ومرجان، ما هو علي بابا بقى. يعني لما كل مره يدخل عليكي بحاجه، يعني الحمد لله. والله يعني انا مش عايزه افور، بس الحمد لله قوي. اصلا هو المفروض في الوقت ده يوفر اي جنيه عشان خاطر يتجوز. فانتوا عايزين يجيب ايه اكتر من دستة جاتوه؟ دستة جاتوه كتير قوي. يعني انا مش بهزر. يعني المفروض اصلا باباها اللي هو صاحب البيت يقول له يا ابني مش كل مره تدخل بحاجه، ما تكلفش نفسك. المفروض يتقال له كده. لكن يعني ما ينفعش كل مره يدخل بحاجه كبيره، لا وكمان شايفينه بخيل. مش عارفه اقول يعني، لا لا مش طبيعي، والله العظيم مش طبيعي. يعني انا فاكره كويس قوي، انا لما كان خطيبي إيه، جوزي خطيبني بقى، وكان بيجي لي البيت، كان يصمم كل مره يطلع يجيب لي حاجه وهو طالع يعني. باباي كان يقعد يتخانق معاه ويشدوا مع بعض على باب الشقه، ايه اللي انت جايبه ده؟ انت جاي بيتك، انت بتهزر، انت مش عارف ايه. لان هو شايف ان هو داخل على مسؤوليات جواز، وانه المفروض ما يكلفش نفسه بحاجات يعني مش مهمه. البخل بيبان في حاجات تانية كتير قوي غير دخول البيت. كون ان هو اصلا بيجيب لك كادو في الاعياد، بيجيب لك حاجه نفسك فيها، ده كله كرم يعني. وبعدين موضوع المواسم، يجيب لك يديكي ظرف فيه فلوس في المواسم، او يجيب لك بقى هدايا في المواسم. انا ما عرفتش المواسم دي، انا اتخطبت 4 سنين اقسم بالله ما اعرف يعني ايه موسم. وجوزي مش راجل بخيل خالص، بالعكس يعني ايده فرطه لدرجه ان احنا بنتخانق على الحاجات اللي هو عمال على بطال بيشتريها. فلا ما بجد ما اعرفش ايه مواسم اصلا. الحاجات دي يا جماعه ما بقتش مهمه. خلينا دلوقتي نبص لنص الكوبايه المليان، ان هو في الظروف وفي الوضع الاقتصادي اللي كل البلاد بتمر بيه، هو عايز يخطب وعايز يتجوز وعايز يفتح بيت، فكتر خيره، فنساعده فنسهل له الدنيا. مش نعقدها له ونقول له لا دستة جاتوه قليله انت بخيل، لا انت ما جبتش مواسم. مواسم ايه يا مواسم؟ حبيبتي ما تخلينيش اقول لك الكلام ما ينفعش يتقال. لا هو الراجل مش بخيل، وتممه الجوازه. وعايزه اقول لك كده، يعني الراجل اللي بيتجوز في الزمن ده بقى عمله نادره. انا بكلمكم بجد، انا بنت زيكم، وبقول لكم الكلام ده عن تجارب كتير بصت عليها حواليا. دلوقتي كل الشباب بقى حلمهم يا في السفر، يا في العزوبيه، يا في الهجره، اي حاجه تبقى ما فيهاش مسؤوليات. ومعظم الشباب شايفه ان هي لما تشيل مسؤوليه وتفتح بيت، ده اكبر خازوق ليهم بيهربوا منه اساسا. اللي هو المسؤوليه اهي الجواز اهو، انا بحب البنت دي بموت فيها، بس لا انا ههرب. فحبيبتي ده نحافظ عليه، ده نحطه في محميه طبيعيه، ده ما حدش يقرب منه ده. ها بلاش طمع، بلاش افوره، بلاش نشوف بنت خالتي جالها ايه وصاحبتي جالها ايه وبنت عمتي جالها ايه. ملناش دعوه بحد، احنا ظروفنا مختلفه عن اي حد، نعيش على قد ظروفنا ونبوس ايدينا وش وظهر ونقول شكرا يا رب بعتلنا راجل محترم مؤدب على خلق، عايز يفتح بيت، عايشين مسؤوليه، كتر خير الدنيا.